أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوي. النهاردة حكايتنا عن السند اللي اتقلب لكسر ظهر، وعن الحيطة اللي سندنا عليها فمالت وقعت فوقينا. النهاردة في حكاوينا هنفتح ملف وجعه للأسف بيبدأ من عتبة البيت، من نفس الدم والرحم. هنتكلم عن الإخوات اللي بالاسم وبس، الإخوات اللي سابوا أختهم تعافر في الدنيا لوحدها. مش بس كده، دول بدل ما يكونوا السند ليها بعد ما رجعت من تجربة قاسية، بقوا هم الجلاد وأصحاب المعاملة القاسية اللي كانت بتموت روحها كل يوم. خلوني أحكي لكم عن أمل بنت طيبة جدا، واجهت ظروف صعبة للأسف في جوازها ما كانش يتحملها أي بني آدم، وخرجت من التجربة دي بلقب مطلقة. رجعت بيت أهلها وهي مكسورة الخاطر ومحتاجة حضن يطمنها ويقول لها احنا معاكي ومفيش حاجة راحت. الصدمة انها ما لقيتش بيت أهلها زي ما سابته، لقيت اخواتها الرجالة اتغيرت ملامحهم وبقوا قاسيين، وبقوا يتعاملوا معاها كأنها حمل تقيل عليهم أو وصمة عار في البيت. بقى كل تحرك ليها بحساب، وكل كلمة كانت بتقولها بنظرة عتاب. كانوا بيجلدوا فيها ليل نهار ويلوموها على طلاقها كأنها هي اللي اختارت تبوظ حياتها بإيديها. المعاملة بقت جافة وقاسية لدرجة إن الغريب بره كان بيبتسم في وشها، واخواتها جوه البيت بيستخسروا فيها كلمة معلش أو حتى لقمة تاكلها بنفس صافية. أمل لقيت نفسها بره البيت مطلقة، وجوه البيت مستعبدة ومتهانة من اخواتها اللي كانوا المفروض يكونوا هم اللي بيحموها من نظرات المجتمع وقسوته. ليه في اخوات بيتحولوا للوش القاسي ده وقت الأزمة؟ المشكلة إن ثقافة مجتمعاتنا ساعات بتزرع في الراجل إن الأخت المطلقة دي مسؤولية وهم وخوف من كلام الناس، وبدل ما يستوعبوا الوجع النفسي اللي هي فيه بيتحولوا لسجانين بيمارسوا عليها تحكم ملوش أي علاقة لا بدين ولا إنسانية. أصعب حاجة لما الأخ يشوف أخته وهي في قمة ضعفها، وبدل ما يمدلها إيده عشان تقف على رجلها، لأ، ده بيضغط عليها بزيادة ويحسسها إن وجودها في الدنيا غلط. الأخوة ما مرتش بس على صلة الدم، لأ، الأخوة إنك تكون الحيطة اللي أختك تستخبى وراها لما الدنيا كلها تيجي عليها. لما بيغيب الأمان ده من الأخوات تبقى الأخوة مجرد حبر على ورق ملوش أي قيمة في سوق المشاعر. لو لقيتي نفسك في الموقف ده واخواتك بيعاملوكي أسوأ معاملة لمجرد إنك اتطلقتي، فوقي وافهمي الرسايل دي كويس. الطلاق مش عيب ولا خطيئة، ده نصيب وتجربة وما كملتش، وربنا شرع الانفصال عشان القلوب ترتاح. ما تسمحيش لكلامهم أو معاملتهم تحسسك إنك عملتي جريمة. انت بني آدمة من حقك تعيشي بكرامة. اسعي لمساعدة نفسك حتى لو المعاملة واصلة لطريق مسدود. اطلبي الرزق بره البيت ده واشتغلي وحاولي تستقلي بنفسك وبحياتك المادية والنفسية. الاعتماد على النفس هو السلاح الأقوى اللي بيكسر عين القسوة والتحكم. ربنا هو السند الحقيقي لو الدم اتخلى عنك والظهر اتمحى. افتكري ان ربنا ما بيسيبش حد، وهو اللي بيسبب الأسباب ويسخر لك الطيبين من عباده يعوضوكي عن كل كسرة قلب وكل ليلة نمتي فيها ودموعك على خدك. في حكاوينا النهاردة حبينا نبعت رسالة لكل بنت وست رجعت بيت أهلها مكسورة وما لقيتش السند. اطمني وخلي ثقتك في الله كبيرة، وعمرك ما توطي راسك لحد ظلمك.
حتى لو كان أخوكي. الكرامة ما بتقبلش الاسم على اتنين، والأصل الطيب بيبان في وقت الشدة مش وقت الفرح. شاركونا في حكاياتكم. هل شفتوا أو مريتوا بموقف إخوات اتخلوا فيه عن أختهم بعد الطلاق؟ وإزاي البنت دي قدرت تقف على رجلها وتواجه قسوة القريب قبل الغريب؟ وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوي.